طيب، خلينا متفقين مبدئيا إنك مش هتعرف تملى كوباية نسكافيه أصلا مليانة. وده أساس كتابنا النهاردة، عبودية الكراكيب. أصحابنا اللي حاسين إنهم مش هيلحقوا يشوفوا حلقة النهاردة علشان مستعجلين جدا وحاسين إن وراهم حاجة بس مش عارفين إيه هي، أهلا بيكم. أنت يا معدوم الثقة في المستقبل يلي عايز تأمن نفسك بكل وأي حاجة منطقية وغير منطقية. هدومك اللي قدمت أو صغرت عليك في الدولاب، وكروت أصحاب المحلات اللي متنطورة في كل حتة في المكتب، والشنط وكتب الدراسة اللي عارف إنك مش هتحتاجها تاني ومش هتفتحها ولو بعد سنين، بس مكرتنها تحت السرير احتياطي، وتذاكر الأتوبيس وكروت الفكة وريسيت شراء الهدوم وزمان وناس زمان والميداليات القديمة والموبايلات والسماعات وسلوك الشاحن اللي باظت والخطوط اللي اتحرقت والأفلام اللي خلصت وكشاكيل الطفولة اللي خدت فيها 10 من 10 ونجمة، وكل وأي حاجة خايف تناقش نفسك فيها أو توجع دماغك بفكرة التخلص منها علشان هي كركبت قوي. أنا آية عماد وجيت لك النهاردة بعقدة الكراكيب اللي عندك وعندي عشان أبسطها لك. هبسطها لك. انت خايف ما تعوضش علاقاتك القديمة وما تنبسطش بلحظاتك الجديدة وما تعطرش في صحاب حلوين تاني تحب الدنيا على ايدهم وما تشتريش حاجات جودتها احسن من اللي كانت عندك. وفي دي عندك حق بصراحة علشان الدولار غالي قوي. فخلينا نقسم الحوار لمنطقتين: ليه عندك كراكيب وليه ده مشكلة وازاي تتعافى وتتخلص منها. اولا، ليه عندك كراكيب؟ 1. بسبب اعتقادك إن الحاجات القديمة اللي بتحتفظ بيها، سواء كانت تذكارات من علاقات مميزة في حياتك أو أفلام وأغاني وكتب وكلام من ده، لو راحت تروح حتة منك معاها. منطق كده من فات قديم وتاه، رغم إنك تقدر تكتسب اهتمامات جديدة أو تكتشف كتب وأفلام وبرامج أفيد وأحسن من اللي فات بكتير. يعني لسه البشرية بتنتج حاجات كويسة، الموضوع مش إنه nothing is fault in our stars وخلاص. ثانياً، انعدام ثقتك في المستقبل. احتفاظك في دولابك بقطع ملابس قديمة انت متأكد انك مش هتحتاجها تاني بدليل انها مركونة من سنين، وكل ما تتحط في منافسة مع اي قطعة تانية بتسيبها وبتختار التانية، ده دليل على انك عيان عندك عقلية الندرة مش الوفرة. وده نوعين من العقليات، جاهد انك ما تكونش الاول فيهم. انت لو قدرت تكون صاحب عقلية الوفرة هترتاح وهتريح، لانك هتقدر بسهولة تدي القديم بتاعك اللي معدتش محتاجه لغيرك يستفيد بيه وتكسب ثواب، وتبتدي تشتغل اكتر علشان تدخل لنفسك رزق اكتر. وبالتالي ما تتوترش لما زمايلك في الشغل او في اي مجال يبذلوا هم كمان اللي عندهم وانت تبذل اللي عندك، من غير ما تخاف لا ياخدوا الرزق منك على اساس ان الرزق نادر يعني ولا حاجة. لان كده كده الخير كتير والزباين على قفا مين يشيل، وربك واسع والرزق يحب الخفية. فمش هتقلق لما تلاقي غيرك بيكبر، عشان في نفس الوقت انت كمان هتبقى بتسعى انك تكبر علشان تعوض اللي خلصت منه. تالت سبب بقى والعياذ بالله ان يكون عندك حب التملك، وده شفاه انك تعرف ان كله رايح ومفيش داعي تثبت في حاجة، علشان كل واحد مننا يعتبر أمين مؤقت على كل ما يملك لحد ما يتوفى. ربنا يديلك العمر ويسلم حبايبك منك ومن علاقاتك التوكسيك يا توكسيك. ودلوقتي نيجي للجزء التاني في القصة، وهو ازاي نتخلص من الكراكيب. شوف يا عزيزي المشاهد، انت مش هتموت من غير حاجة. معظم الحاجات اللي بتشيل الهم وبتخاف لما تيجي تسأل نفسك ارميها ولا لأ، ارميها. وبالمرة بقى، العلاقات المعلقة اللي انت برضو بقالك كتير محتار فيها وبتسأل انهيها وتجاوزها ولا لأ، انهيها. ما هو لو كان نطق ما كانش سابك من ضميرك والخطأ. لكن ما اكدبش عليك، الموضوع محتاج زقة، عشم كبير في حياة أفضل، في دماغ أروق، وبراح في النفسية كده يخلي الهوا يصد ويرد في قلبك. الموضوع محتاج قرار، دفع داخلي لحوح يقدمك كل ما تيجي تتأخر. لازم تحدد وقت. الكتاب بيقولك اختار ميعاد، ابدأ بكرة، ابدأ في أول أجازة عندك. ما تأجلش الفكرة علشان حياتك تروق ونفسيتك تهدى وتكون إنسان جديد قوي. قلبك قلب أسد. هتبقى قلب اسد فجأة. وتفاجئني أنا كمان وتسيب لي لايك أو أنلايك حتى I don't mind، وسبسكرايب لو حبيت الموضوع، وتكتب لي تعليقك وترمي لي كراكيبك، وتكمل سكرولينج داون إلى ما لا نهاية، وتصبح على خير. هبسطها لك.